بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا سعيد بالتواجد معاكم اليوم، وأشكر أخوي الكبير أبو أحمد عبد المحسن العيسى على هذه الدعوة، أني أكون بين هذه الوجوه الطيبة واللحى الغانمة، وإن شاء الله نقدر نقدم شيء يعني تستفيدون منه. بالبداية يعني أنا اهتميت بتاريخ الكويت، ويعني من قبل تقريبا يعني بعد التحرير، وبديت أجمع يعني الكثير من الكتب اللي تتعلق بهذا التاريخ، وركزت على الكتب الأجنبية، خصوصا الرحالة الأجانب اللي كتبوا على الكويت وزاروا الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. والحمد لله جمعت مادة جيدة، سويت بحث في هذا الجانب، تناولت فيه يعني ما ذكره الرحالة الأجانب، ما دونه الرحالة الأجانب على الكويت، وتناولوا مجالات عديدة، سواء كان جوانب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو عمرانية وغير ذلك من الأشياء الثانية. الكثير من الناس للأسف يعني حتى يمكن يعني بعض منهم كويتيين يعتقدون أن تاريخ الكويت ابتدأ بعد النفط. طبعا هذا الكلام غير صحيح. الكويت لها تاريخ عريق يمتد إلى أكثر من 3 قرون، وهذا طبعا راح نتطرق له، وراح يعني إن شاء الله نثبته بالمصادر والمراجع اللي تطرقت لتاريخ الكويت القديم أو إلى موضوع النشأة. بالبداية يمكن أول ما كتب وذكر عن الكويت من قبل رحالة عربي دمشقي يدعى مرتضى بن علي بن علوان، عليكم السلام، في عام 1120 هجري الموافق عام 1709 ميلادي، يعني قبل أكثر من 300 سنة. هذا الرجل الدمشقي سافر إلى الحجاز ومكة، طلع من دمشق في فصل الشتاء، ذهب إلى الحجاز ومكة لأداء فريضة الحج، وطريق عودته جلس في الإحساء، طول بالإحساء يمكن أكثر من 10 أيام، وبعدين بعد الإحساء الكويت، وقعد بالكويت تقريبا 3 أيام، وذكر معلومات مهمة عن الكويت في عام 1709، يعني قبل أكثر من 300 سنة. قال يعني بدأ مخطوطته، هي طبعا ذكرها في مخطوطة موجودة لدى أو محفوظة لدى مكتبة برلين في ألمانيا: ودخلنا بلدا يقال لها الكويت بالتصغير، بلد لا بأس بها، تشابه الإحساء ولكن دونها، ولكن بعماراتها وأبراجها تشابهها، شبه الشكل العمراني بالكويت بالحسا. وهذا طبعا يعني الكويت منذ نشأتها في ذلك الوقت، يعني في القرن الثامن عشر، كان تنتشر فيها الأكوات، والأكوات جمع كوت، والكوت حصن مربع غالبا ما يكون على السيف أو على ساحل البحر، ويكون داخل هذا الحصن قلبان ماء. فالكويت يعني كانت كانت الأكوات منتشرة في الكويت، وكذلك تصميم البيوت والأبراج، يعني يقول وتشابه الإحساء ولكن دونها، ولكن في عماراتها وأبراجها تشابهها. الأبراج المقصود فيها هم أبراج طبعا الغول، اللي هي يعني قالوا أبراج اللي هي أبراج المراقبة، اللي يسمونها طبعا مفردها غولة، وهو برج للمراقبة. وقالوا أنها هي أبراج البيوت، يعني كذلك البيوت كان فيها بعض الأبراج كذلك اللي هي كانت تستخدم للتهوية وغيره، الباقدير وغيره. فشكل العمراني للكويت كان نفس الشكل العمراني للإحساء. وبعدين تكلم قال أنه يوجد بالكويت أسواق، وهذه الأسواق عامرة بالسلع، وأسعارها أرخص من الدول المجاورة. فهذه طبعا
دلائل واضحة وأدلة دامغة على وجود مجتمع متكامل توافرت في مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في ذلك الوقت عام 1709. يعني مرتضى بن علوان لما زار الكويت عام 1709 أكيد الكويت يعني على الأقل يعني صار لها 50 سنة وزود متأسسة، لأن فيها أسواق وفيها حركة تجارية وفيها ناس. وذهب إلى الميناء، ذهب إلى الميناء وقال أن يعني ميناء الكويت ميناء يعني فيه حركة تجارية وحركة سفن، وأن يعني شاهد الفواكه ومنها فاكهة البطيخ، وكان يجلبها أهل الكويت من البصرة. وذكر أن الرحلة إلى البصرة 4 أيام بالبر ويوم واحد بالمركب عن طريق البحر. هذا هو أول شخص ذكر الكويت، وهو رحالة دمشقي مرتضى بن علوان في عام 1709. ما تطرق لي يعني في الحكم في الكويت، أو يعني هذا يعني شيء طبعا غريب، لكن يمكن لأن صباح أو الأسرة الحاكمة ما ابتدأ حكمهم في ذلك التاريخ. يعني حسب المصادر وحسب المراجع صباح الأول أول حكام أسرة الصباح حكم عام 1752. مرتضى بن علوان زار الكويت عام 1709. كانت الكويت تحت يعني حكم بني خالد، ولكن يعني كان فيها أسر، كان فيها تجارة، كان فيها بيوت، كان فيها حياة. بعد يمكن تولي الشيخ صباح الأول الحكم، مقاليد الحكم في عام 1752، بدأت العلاقات الخارجية للكويت فعليا بعد تولي هذا الحاكم اللي هو صباح الأول. وأقام هذا الحاكم الشيخ صباح الأول علاقات مباشرة مع شركة الهند الشرقية الهولندية، وبالتحديد مع حاكم جزيرة خرج اللي هو البارون كنبهاوزن، اللي كان ممثل شركة الهند الشرقية الهولندية. كانت جزيرة خرج في الساحل الشرقي تحت سيطرة الهولنديين عن طريق هذه الشركة. فأقام علاقات طيبة مع هذا الحاكم، وأوصى البارون كنبهاوزن رؤسائه في الشركة بأن يقيموا علاقات مباشرة مع صباح الأول، وأثنى على الشيخ صباح الأول وقال أنه يعامل السفن اللي ترتاد ميناء الكويت معاملة حسنة، السفن الهولندية. وهذا دليل ثاني أن هناك ميناء في الكويت، وميناء يعني مهم في عهد هذا الحاكم عام 1709، لأن ذكر أن الكويت كنبهاوزن في تقريره، وهذا تقريره كتبه في عام 1758، يعني بعد حكم صباح الأول تقريبا 6 سنوات. وذكر في تقريره أن الكويت تمتلك تقريبا 300 سفينة في ذلك الوقت، ويعمل 4000 رجل على هذه السفن. بعد وفاة الشيخ صباح الأول في عام 1762 تولى الحكم ولده الشيخ عبد الله الأول بن الشيخ صباح الأول. ومن أهم الأحداث اللي يعني وقعت في عهد هذا الحاكم معركة الرقة، يعني هذه أول معركة بحرية تخوضها الكويت ضد بني كعب في عام 1783، وانتصر أهل الكويت في هذه المعركة. كذلك يعني من الأشياء اللي حدثت في عهد هذا الحاكم عبد الله الأول انتقال الوكالة أو شركة الهند الشرقية الإنجليزية من البصرة إلى الكويت، وكان يعني لهذا الانتقال أثر إيجابي كبير على اقتصاد الكويت، وكان له يعني صار يعني تحول جذري في المنطقة، فأصبحت الكويت مركز تجاري حلت محل البصرة. طبعا ليش انتقلت الوكالة إلى الكويت من بسبب حصار الفرس للبصرة. فرس حاصروا البصرة
في عام 1775 ميلادي، فانتقلت الوكالة إلى الكويت، وتمت في الكويت إلى عام 1779، 4 سنوات في عهد هذا الحاكم. شنو استفادة الكويت من انتقال هذه الوكالة؟ أول شيء بدأت العلاقات التجارية بين الكويت والهند فعليا بعد انتقال الوكالة، يعني في عام 1775، وكان لهذه العلاقات أثر إيجابي كبير على اقتصاد الكويت. وبدأوا يعني أهل الكويت بدأوا بصناعة السفن الشراعية السفارة. قبل هذا التاريخ كانوا أهل الكويت يعتمدون بشكل رئيسي على الغوص، والغوص يختلف عن السفر الشراعي، فكانوا يصنعون سفن الغوص البتيل والسنبوك والجالبوت والشوعي، سفن صغيرة حدها توصل إلى هيرات العدان وهيرات البحرين وهيرات الزبارة. هيرات هي مغاصات اللؤلؤ. فما كانت هاي السفن تصل إلى الموانئ البعيدة، يعني ما كان عندها القدرة على عبور بحر العرب أو الغبة من أجل الوصول إلى سواحل الهند الغربية. فبعد ما انتقلت الوكالة إلى الكويت بدأت العلاقات التجارية كما ذكرت بين الكويت والهند. بدأوا أهل الكويت بصناعة السفن الشراعية السفارة، وقاموا يسافرون إلى الهند وإلى الموانئ الهندية، وقاموا طبعا يجذبون، وقامت البضائع الهندية تصل إلى الكويت، ومن بعدها يتم توزيعها على الدول الأخرى. وكذلك البريد كان في الزوير في ذلك الوقت في عام 1775، كان مركز البريد الرئيسي في المنطقة في منطقة الزوير. فبعد محاصرة الفرس للبصرة أصبحت الكويت مركز بريد رئيسي للهند، فكانت يعني يوصل بريد من الهند إلى الكويت، ومن بعد الكويت إلى حلب وأنطاكيا وغيرها، من بعدها بوابة إلى أوروبا. في موضوع مهم، احنا يمكن قلنا الغوص على اللؤلؤ كان مصدر الرزق الأساسي لأهل الكويت، كذلك تجارة القوافل على الإبل. الكويت كانت مركز رئيسي في عهد الشيخ صباح الأول لتجارة القوافل على الإبل، فكانت القوافل تطلع من الكويت إلى حلب. وذكر هذا الكلام ممثل شركة الهند الشرقية الإنجليزية الدكتور إدوارد آيفز، عنده كتاب اسمه رحلة من الهند إلى إنجلترا. طبع هذا الكتاب في عام 1773، لكن رحلته إلى جزيرة خرج كانت في عام 1758، وكان عنده بضائع يبي يوصلها إلى حلب. فاستشار حاكم الجزيرة اللي هو البارون كنبهاوزن، وقال لا أنا يعني بارون كنبهاوزن ما كان يتمتع بعلاقات طيبة مع والي بغداد، فقال له أنا أنصحك تنقلها عن طريق القرين اللي هي الكويت، كانت تسمى القرين في الخرائط القديمة. والقرين هو فقط ميناء الكويت، لأنه كان ميناء مرتفع. ميناء الكويت القديم كان قرب قصر السيف القديم في منطقة بهيته اللي أصبحت لاحقا حي الوسط. كانت تسمى بهيته لأنها منطقة مرتفعة، تل مرتفع كانوا يسمونه بهيته. فلذلك السفن اللي كانت تقرب من ميناء الكويت كانت ترى هذا الميناء بوضوح، ترى المدينة بوضوح، لأنها كانت مرتفعة. وإذا تلاحظون الآن يعني في هذه المنطقة سوق التجار في ارتفاع إلى الآن موجود في هذه المنطقة. حتى أهل الكويت عندهم مثل قديم يقول خفف الحمل يا صاعد بهيته، كان صعدتها صعبة وقشرة في ذلك الوقت. فقال له يعني انصحه، قال له أنا أنصحك تنقل هذه البضائع عن طريق القرين. واستدعوا شيخ القرين صباح الأول في عام 1758، وجاء إلى خرج صباح الأول وقالوا له شنو تقدر تقدم لنا؟ قال في قافلة راح تمر الكويت بعد أيام، وهذه القافلة عبارة عن 5000، فيها 5000 بعير أو جمل و1000 رجل، فنقدر أن نوصل أغراضكم معانا في هذه القافلة.
هذا يعني دليل على أن شيخ الكويت في ذلك الوقت يتمتع بعلاقات طيبة مع دول الجوار ومع القبائل، لأن الطريق يعني يعني مكفوف المخاطر وقطاع الطرق، فلذلك يعني كان شيخ القرين له احترام بين القبائل وبين دول الجوار في ذلك الوقت اللي هو الشيخ صباح الأول. ولذلك يعني البارون كنبهاوزن أوصى إدوارد آيفز أن ينقل هذه البضاعة عن طريق شيخ القرين. المينا قصر السيف القديم، مو التوسعة الجديدة، القديم اللي هو شوف دوار قصر السيف هذا شوي يعني جبليه، هني هذا المينا، هذا مينا الكويت القديم كانوا يسمونه الفرضة. فكان هذا الميناء يعني من أهم الموانئ في المنطقة، وذكر وفي رحالة بريطاني، وهذه رحلة جميلة، رحالة بريطاني اسمه جون بيكنغهام، زار الكويت في عام 1816، دش الكويت يعني قبل 200 سنة بالضبط، وكتب معلومات وذكر معلومات جميلة على الكويت في كتابه الذي طبع طبعتين، الطبعة الأولى عام 1829 والطبعة الثانية عام 1830. أنا شريت الكتاب وترجمته. أهم ما ذكره جون بيكنغهام قال الكويت تعتبر، يعني تخيلوا يا أخوان قبل 200 سنة، من الدول المزدهرة اقتصاديا، وهي من المدن الاقتصادية المهمة، وتمتلك ميناء عظيم ولا ينافس هذا الميناء إلا ميناء القطيف الواقع في الجنوب. ويمتلك أهل الكويت الشجاعة والحرية، عندهم كرم والأخلاق وكذا. فذكر حتى مدح أهل الكويت، وذكر كذلك مدح نواخذة الكويت، قالوا نواخذة الكويت يعتبرون من أمهر النواخذة في المنطقة. هذا الكلام كان في عام 1816. كذلك في عهد الشيخ عبد الله الصباح، يمكن أنا ودي أقرأ النص كامل لأن الحقيقة نص مهم. في عام 1186 هجري الموافق عام 1772 ميلادي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السويدي البغدادي زار الكويت، هرب من بغداد لأنه الله يكافينا وكافيكم الشر دخل فيها أو انتشر فيها مرض الطاعون، فجاء الكويت وقعد فيها شهر، وكتب في كتابه مذكرات عبد الرحمن بن عبد الله السويدي اللي هو روضة الأرواح صفحة 59. ايش قال؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السويدي البغدادي واصفا الكويت وأهلها سنة 1186 عندما انتقل إليها بعد وقوع الطاعون في بلاده، فخرجت إلى الكويت وخرج معي جماعة، والكويت بلدة على ساحل البحر، وكانت المسافة 6 أيام برا، فدخلتها وأكرمني أهلها إكراما عظيما، وهم أهل صلاح وعفة وديانة، وفيها 14 جامعا، 14 جامع، وفيها مسجدان عام 1772 هذا الكلام، والكل في أوقات الصلوات الخمس تملأ من المصلين. أقمت فيها شهرا لم أسأل فيها عن بيع أو شراء أو نحوهما، بل أسأل عن صيام وصلاة وصدقة، وكذلك نساؤها ذوات ديانة في الغاية. يعني هذا المجتمع الكويتي في عام 1772 كما يعني صوره وذكره شيخ عبد الرحمن السويدي البغدادي، واحد شيوخ بغداد المعروفين، عنده كتب كثيرة، كتب بالتاريخ وغير التاريخ. يمكن بعد يعني يمكن 1816 اللي هو زيارة جون بيكنغهام في عهد حاكم الكويت الثالث، الحين زيارة جون بيكنغهام 1816 في عهد حاكم الكويت الثالث جابر الأول بن عبد الله الأول الملقب بجابر العيش. بعدها في عام 1831 زار الكويت
ستوكلر. وهذا يمكن هذا آخر رحلة راح أذكرها، بعدها راح أتكلم عن الثقافة في الكويت، بداية الثقافة في الكويت. ستوكلر زار الكويت في عام 1831 وطبع كتابه في عام 1832، وقال أول ما دخل قال أن يعني مدينة الكويت طولها ميل وعرضها ربع ميل وعدد سكانها 4000 نسمة، وتتمتع الكويت بعلاقات تجارية مع الهند. ومن المعلومات المهمة كذلك ذكرها ستوكلر، قال أن المدينة محاطة بسور، وهذا السور يعتبر رمز لأهل الكويت أكثر من أنه سور للحماية، لأن سور متهالك هو السور الثاني وسمكه أقل من قدم واحد. طبعا هذا الكلام في عام 1831، وتم هذا زيد هذا السور، يعني زادوا بواباته في عام 1845 وصارت يمكن 6 بوابات، لأن يوم ذكر ستوكلر هذا الكلام يعني في عام 1831 ذكر أنها 3 بوابات، وذكر معلومات أخرى، يعني ذكر أن أهل الكويت متحابين، وذكر أن يعني عن لبسهم، يعني ذكر معلومة طريفة، يعني قال أن شفت أنا هذا الشعب متفق في كل شيء، شفت الكويتيين في كل شيء متفقين حتى في اللبس. ما يدري هو، يعني قال شفت الصغار والكبار يلبسون نفس اللبس، حتى في اللبس يعني كانوا متفقين. يمكن هذا يعني ما أهم ما دون الرحالة يعني عن الكويت قبل أكثر يعني من 200 سنة، وهذا يثبت أن في مجتمع توافرت فيه مقومات الحياة أساسية. كان لهذا المجتمع طبعا أو الكويت كانت تمتلك ميناء يعتبر من أهم الموانئ في المنطقة، وهذا الميناء ربط موانئ المنطقة في الموانئ البعيدة في سواحل الهند الغربية. كذلك الكويت كانت مركز تجاري، وبدأت علاقاتها الخارجية في فترة مبكرة، والأهم من هذا كله أنها كانت مستغلة ولا تتبع أي دولة أخرى، وإن كان هناك تبعية في جوانب محدودة إلى الدولة العثمانية، ولكن هذه التبعية لم تكن تبعية مطلقة، يعني ما كانت الدولة العثمانية تشيل حاكم وتعين حاكم، ولا كانت تتدخل في شؤون الحكم، ولكن كانت الكويت تتبعها لأنها كانت رمز الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت، فهذه التبعية كانت في جوانب محدودة، يعني مو مثل بغداد والبصرة اللي كانوا العثمانيين يحطون والي ويحطون حاكم ويشيلون حاكم، فكانت تبعية محدودة وليست تبعية مطلقة. وكذلك السفن الكويتية يعني كانت ترفع العلم العثماني لسبب واحد، أن الدولة العثمانية كانت دولة عظمى في ذلك الوقت، فالسفن الكويتية يعني ذكر لوريمر قال يعني رفعت، يعني قال لي جابر صباح بن جابر العيش رابع حكام الكويت، يقول ذكر للويس بيلي، هذا يقول لوريمر، أن السفن الكويتية رفعت الأعلام العثمانية لسببين. السبب الأول لأنها طبعا القراصنة لما يشوفون العلم العثماني ما يهاجمون السفن، لأن الدولة العثمانية كانت دولة عظمى. والسبب الثاني اللي ذكره لوريمر اللي هو في كتابه دليل الخليج، أن السفن التي تحمل العلم العثماني لما تدخل الموانئ الهندية تدفع ضريبة أقل من السفن اللي لا تحمل هذا العلم اللي هو العلم العثماني. هذا من جانب يعني بشكل سريع عن نشأة الكويت. تكلم عن الثقافة. طبعا الثقافة بدأت في مرحلة مبكرة في الكويت، وبالتحديد يعني في عام 1682 ميلادي، يعني وجدوا مخطوطة موطأ الإمام مالك، خطها الشيخ مساعد بن أحمد بن مساعد العازمي، هو جد الشيخ مساعد العازمي، في جزيرة فيلشة، موطأ الإمام مالك عام 1682. لكن إذا تكلمنا عن بداية الطباعة في الكويت، يعني طباعة الدواوين الشعر وغيره، يمكن أقدم ديوان طبع هو ديوان روض الخل والخليل، في ديوان الشاعر
عبد الجليل الطبطبائي، وهو جد أسرة الطبطبائي الكريمة في الكويت. شاعر عبد الجليل يعتبر علم من أعلام الجزيرة العربية وشاعر معروف. طبع هذا الديوان في المطبعة في عام 1300 هجري في المطبعة المصطفوية في الهند. كذلك هناك ديوان سبائك العزجد في أخبار أحمد نجير رزق الأسعد، تكلم فيه عن تأسيس مدينة الكويت. طبعا هو خطه شيخ عثمان بن سند النجدي الوائلي النجدي في عام 1810 تقريبا ميلادي، ولكن تم طباعة هذا الديوان طبعتين، الطبعة الأولى في عام 1309 هجري والطبعة الثانية 1315 هجري. طبع هذا الديوان في مطبعة البيان في بمبي في الهند. كذلك هناك ديوان شاعر عبد الله الفرج الأرج من ديوان ابن فرج، تم طباعته في المطبعة السورتية في الهند عام 1337 هجري. العلماء يعني قديما كانوا يسافرون إلى الهند عبر، يعني في ذلك الوقت ما في بعد طيارة ولا في، يعني كانوا يسافرون عبر السفن الشراعية السفارة، شراع وخشب. كانوا يعبرون بحر العرب وواجهون يعني الكوارث البحرية، طريق كان خطر، ويوصلون إلى الهند. والهند كانت في ذلك الوقت منتشرة فيها المطابع اللي تطبع باللغة العربية، ويطبع كتابه ويرجع مرة ثانية للكويت أشهر. وهدفه هدف غير مادي، يعني بذلك الوقت يعني الناس مشغولة في رزقها، في يعني الحصول على لقمة العيش. فكان هؤلاء العلماء يتكبدون عناء السفر ويواجهون المخاطر من أجل نشر العلوم النافعة ومحاربة الجهل في ذلك الوقت. منهم شاعر عبد الجليل الطبطبائي، منهم عثمان بن سند، منهم الشيخ عبد العزيز رشيد، منهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي وآخرين. الشيخ عبد العزيز رشيد كان يسمى مؤرخ الكويت الأول، لأنه ألف كتاب، أول كتاب عن تاريخ الكويت في عام 1928 اللي هو كتاب تاريخ الكويت، طبع في مطبعة العصرية في بغداد. كذلك كان يسمى رائد الصحافة في الكويت، لأنه طبع أول أو أسس أول مجلة في مو بس بالكويت، بالخليج، وهي مجلة الكويت من عام 1928 واستمرت سنتين إلى عام 1930. بعدها سافر إلى جاكرتا وطبع مع يونس بحري السائح العراقي مجلة الكويت والعراقي في جاكرتا. وبعدها التوحيد، مجلة التوحيد، إلى أن توفي ودفن في مقبرة المسلمين هناك في إندونيسيا. نعم، يعني كان له حقيقة إسهامات كبيرة هذا الرجل، كان له دور واضح خصوصا في مجال الثقافة. بعد طبعا الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي كذلك يعني ألف كتاب عن تاريخ الكويت بعد 20 سنة تقريبا من كتاب الشيخ عبد العزيز رشيد. كتاب الشيخ عبد العزيز رشيد عام 1926 تاريخ الكويت، الشيخ يوسف بن عيسى عام 1946 صفحات من تاريخ الكويت، طبع في مصر. كذلك ألف الملتقطات، كتاب اسمه الملتقطات، والمذكرة الفقهية كانت تدرس لطلبة المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية. المدرسة المباركية أول مدرسة نظامية في الكويت، تم تأسيسها عام 1911، وهي من أوائل المؤسسات الثقافية في الكويت. تأسست في ديسمبر عام 1911 بعد تعليم الكتاتيب. وبعدها المدرسة الأحمدية عام 1921 سميت المدرسة المباركية نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع. كذلك المدرسة الأحمدية في عام 1921 سميت الأحمدية على الشيخ أحمد الجابر حاكم الكويت العاشر. من كذلك يعني موضوع الثقافة كبير، يعني في أول مجلة، يعني أنا بختم موضوع الثقافة في هذه المعلومة لأن يمكن الشيخ أبو أحمد قال لي عندي ثلث ساعة، أنه أول مجلة، لأن راح أتكلم عن الوثائق العدسانية بشكل سريع. أول مجلة طبعت في الكويت
هي مجلة كاظمة في عام 1948 في مطبعة طبعا المعارف اللي شراها أحمد البشر الرومي مع واحد من عيال غربلي تغد أو المقهوي إذا ما خاب ظني، المقهوي نعم، وباعوها بعدين على الغربلي. وتم طباعة هذه المجلة عام 1948، وكان رئيس تحريرها أحمد السقاف وصاحب امتياز عبد الحميد الصانع. هذه وقبل ذلك كانت تطبع، يعني بدأوا بالطباعة في الهند، وبعدها في مطلع القرن العشرين توجهوا إلى العراق، مطابع العراق. كانت المطابع مشهورة في العراق مطبعة دار السلام في بغداد والمطبعة العصرية. والمطابع المشهورة في الهند كانت مطبعة البيان والمطبعة السورتية والمطبعة المصطفوية والمطبعة، عليكم السلام ورحمة الله، والمطبعة العمومية. وهذه المطبعة أسسها الشاعر خالد الفري، اسمها المطبعة العمومية في الهند. بعدين توجهوا إلى سوريا ومصر. إلى عام 48 يتم طباعة الكتب والمجلات في الكويت. يمكن موضوع الوثائق موضوع مهم، أنا راح أختم فيه بشكل سريع. أغلب يمكن الباحثين واجهوا يعني صعوبات في الحصول على المعلومات، لأن المصادر محدودة جدا اللي تكلم على موضوع تاريخ الكويت، خصوصا موضوع النشأة. يعني اجتهدوا الشيخ عبد العزيز الرشيد والشيخ يوسف بن عيسى والعم سيف مرزوق الشملان وغيرهم، عبد الله الحاتم وعم راشد الفرحان وغيرهم من طبعا الباحثين والمؤرخين، اجتهدوا والفوا كتب والفوا، لكن يعني هم كان في قصور في جوانب عديده، خصوصا فيما يتعلق بموضوع النشأة. هذا طبعا مو يعني هم ما يسائلون عن هذا الموضوع، لان ما كان مصادر ما كانت متاحه لهم في ذلك الوقت. فالوثائق العدسانيه كان لها دور كبير في مساعده الباحثين في الحصول على معلومات مهمه عن تاريخ الكويت. تكلم عن الوثيقه العدسانيه بالبدايه. ليش سموها وثيقه عدسانيه؟ سموها نسبه الى اسره العدساني الكريمه، لان من هذه الاسره طلع تقريبا 7 قضاة من اصل 15 قاضي مروا على تاريخ الكويت. اول قاضي كان من هذه الاسره هو ثالث قضاة الكويت، شيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني، جاي من الحسا منطقه الاحساء. شيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني الشافعي، جاي من منطقه الاحساء، تولى القضاء في الكويت في عهد الشيخ عبد الله الصباح، اوائل عهد الشيخ عبد الله الصباح. وبعده بعد ما توفى تولى ولده محمد بن محمد بن عبد الرحمن العدساني، وبعده محمد صالح بن محمد العدساني، وبعده عبد الله بن محمد العدساني. وخامس قضاة العداسنة هو اشهرهم محمد بن عبد الله العدساني. فاخذت الوثيقة العدسانية ديباجة معينة في عهد هذا الحاكم. فكان يبدأ: الحمد لله سبحانه حمدا كلما ذكر لدي، وأن العبد الفاني محمد بن عبد الله العدساني، السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية والكلمات المرعية، أن فلان بن فلان قد باع بيته الكاين في منطقة كذا، يحده شرقا كذا جنوبا شمالا. كان وصف دقيق، يعني صراحة فاد الباحثين. يعني في ذكر لأسماء مساجد، ذكر لأسماء أسر، ذكر لأسماء برايح، ذكر لأسماء مقابر، وكثير من المعالم المهمة في الكويت القديمة. مساحات أرض يعني مساحة، نعم، كذلك مساحات يعني الأراضي كانت تحدد. والعملات، يعني كانت أكثر من عملة تستخدم في الكويت في ذلك الوقت، منها الربية الهندية، ومنها الليرة اللي هي أو الليرة العثمانية، ومنها الريال اللي هو ريال النمساوي أو ريال الملكة تيريزا، والمشهور بالوثائق العدسانية بريال فرنسا. فكان أكثر من عملة تستخدم في هذه الوثائق. لكن من الأمور اللي أبي أكد عليها أن طبعا سكان الكويت منذ النشأة
حسب ما ذكره الرحالة، وبالتحديد الرحالة ستوكلر، أنهم عرب أقحاح. أول من سكن الكويت وأسس هذا البلد هم العرب الأقحاح. هذا حسب ما هو يعني مثبت في المصادر، وذكر ستوكلر في كتابه اللي طبع عام 1832 هذا الكلام. وأنا أتمنى يعني أنا ودي أن أنتم تسألوني يعني أفضل، يمكن أنا لو بتكلم بعد عندي مواضيع عديدة وراح ياخذنا الوقت، ولا ايش رايك أبو أحمد؟